السلام عليكم ومرحب بكم في قناة رادار إنفو. الفيديو تاع اليوم راح نكشفوا فيه كلش بصراحة. سبب التأخير اللي صرا، الحقوق اللي مازال ما وصلتش، والتثمين السنوي اللي المفروض يكون قانوني، والضريبة اللي مازالت تتقطع من معاش المتقاعد، وزيد الزيادة الاستثنائية للناس كامل راهي تستنى فيها. حابين تعرفوا الحقيقة؟ كيفاش تقدروا تحميوا حقوقكم؟ تابعوا معايا للنهاية وما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس، خاطر هذه القناة دايما واقفة مع المتقاعدين وما تنساش حقوقهم. نبدأ بالموضوع الأول، التثمين السنوي. المفروض التثمين يجي كل عام بطريقة تلقائية حسب الأسعار والتضخم، بالصح الواقع يقول باللي مازال ما راهوش قانون ملزم. كل مرة الدولة تتصرف حسب الظروف، ومع الأسف المتقاعد ما عندوش ضمان لاستقرار معاشه. نرجع شوية للوراء. في 2024 رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن في الفترة الأولى باللي كاين زيادات في معاشات المتقاعدين بين 10% و 15%. القرار هذا فرح بزاف ناس وكان بمثابة أمل كبير، بصح التطبيق الفعلي كان يحتاج تفاصيل وجدول زمني واضح، وهذا الشيء خلى بزاف يتسألوا فين راهي الزيادة؟ علاه تتأخر؟ نزيدوا ونروحوا ل 2025، ما كان حتى إعلان على تثمين سنوي حتى جات 14 ديسمبر 2025 كي قرر مجلس الوزراء زيادة جديدة تتراوح بين 5% و 10%. 10% للي معاشهم أقل من 11,000 دينار، و5% للي معاشهم يفوت 20,000 دينار. وزيد تم رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20,000 إلى 24,000 دينار، يعني زيادة حوالي 20%. هادو الناس اللي معاشهم ضعيف استفادوا بمجموع تقريبا 30%، 20% من الأجر زائد 10% من الزيادة. ولكن حتى هذه الزيادات ما عوضتش التضخم الحقيقي، لأن الأسعار راهي تولي أغلى سنة بعد سنة، والمعاش ما زال يفقد قيمته. المشكلة الأساسية، ما كان لا تثمين سنوي تلقائي، لا نظام قانوني ثابت، والزيادات تجي بشكل استثنائي، ومرة تجي ومرة لا. والأصعب من هذا، الضريبة على المعاشات ما زالت تتقطع رغم الوعود بإلغائها نهائياً. المتقاعد يسمع يومياً كلام: كاين تثمين سنوي، كاين إلغاء الضريبة، كاين زيادة استثنائية أورابال أو أثر رجعي، بصح التطبيق ما كانش. المتقاعد يحتاج ضمان، يحتاج قانون واضح، يحتاج معيشة مستقرة، ويحتاج يشوف الوعود تتطبق على أرض الواقع. لهنا نكمل الجزء الأول، تابعوني في الجزء الثاني لأن فيه معلومات مهمة بزاف، لأنه الأمور اللي راح نهضروا عليها مهمة بزاف وتمس كل متقاعد في البلاد. اليوم راح نفسروا بشكل أوضح التأخير الخطير اللي صار في صرف الأثر الرجعي، المشاكل اللي راهم يعانيوا منها المتقاعدين يوميا، وكيفاش هذا التأخيرات أثرت على حياتهم وعلى القدرة الشرائية تاعهم. لازم كل واحد يفهم الوضع الحقيقي باش يعرف علاش الناس راهي محتاجة إصلاحات عميقة وقوانين واضحة. أول نقطة نحب نركز عليها هي الأثر الرجعي. الأثر الرجعي يا جماعة ماشي زيادة جديدة، ماشي منا وماشي فضل من الدولة، هذا حق المتقاعد اللي لازم يتحصل عليه فور صدور القرار. كي تكون زيادة مستحقة من ماي، لازم المتقاعد يستلم الفرق من ماي، من الشهر الأول، ماشي من بعد عام ولا شهرين ولا 10 شهور. بالصح اللي صرا هذا العام كامل مختلف، رانا دخلنا للشهر العاشر والناس ما زال ما وصلتهم حتى حاجة. كاين اللي ما زال يستنى باش يفهم برك واش يصرى. الواقع هو أنه هذا التأخير خلق حالة اختناق مالي حقيقي. المتقاعد كان يحسب الزيادة هذه باش تغطي ولو جزء بسيط من غلاء المعيشة، خاصة الأسعار اللي راهي طلعت بطريقة جنونية. بالصح كي تتأخر الزيادة قيمتها تتراجع وتولي غير رقم ما يعوض حتى جزء من الخسائر اللي كان يعاني منها المتقاعد يوميا. كل شهر تأخير يساوي فقدان قيمة ويساوي ضرر مباشر للمتقاعد. كاين ناس قالوا لي علاش هذا التأخير؟ علاش الصندوق الوطني للتقاعد ما يصرفش مباشرة؟ الجواب بسيط ومعروف: مشاكل إدارية، تأخر اعتماد الميزانية، غياب رقمنة، ونقص في التنسيق بين الجهات المسؤولة. وحتى كي يحكيوا دايما يجيك نفس الجواب: الغلاف المالي مازال ما وصلش، الإجراءات الإدارية ما كملتش، التعليمة مازال ما خرجتش. وهنا المتقاعد يبقى ضحية الانتظار.
زيد عليها غياب قانون واضح يلزم بصرف الأثر الرجعي فور صدور القرار. يعني اليوم كل شيء مربوط بقرارات ظرفية ومكاش ضمان حقيقي. هذا يخلي المتقاعد يعيش حالة قلق دائم، مرة يقولوا له كاين زيادة، مرة يقولوا له قريب، ومرة الأمور تتأجل شهور. وكي تتأجل شهور القدرة الشرائية تاع المتقاعد تتراجع، خاصة اللي معاشهم أقل من 30 ألف دينار واللي عايشين غير على الدواء والخبز والحليب. نزيد نهدر على نقطة مهمة بزاف، الضريبة على المعاشات. اليوم المتقاعد ما زال يعاني من اقتطاع الضريبة رغم الوعود الكبيرة بإلغائها بشكل كامل. الضريبة هذه ما عندها حتى معنى بالنسبة لإنسان خدم عمره كامل وراه يعيش بمعاش بسيط. المتقاعد يحب يستلم حقه كامل بلا اقتطاع، خاصة وأن الأسعار ما بقاش عندها سقف. كاين دول تلغي الضرائب على المتقاعدين نهائيا، بصح احنا ما زلنا نستناو القرار النهائي. المتقاعد اليوم يحتاج أمان مالي، يحتاج يعرف باللي معاشه ما ينقصش، باللي ما يجيش نهار ويلقى اللي كان يديه ما بقاش يكفيه حتى الآخر أسبوع. ولهذا لازم تثمين سنوي قانوني، مش تثمين ظرفي كما صرا في 2024 و2025. لازم قانون يقول كل سنة كل ماي المتقاعد يتحصل على نسبة واضحة مرتبطة بالتضخم الحقيقي في البلاد، باش كي ترتفع الأسعار يرتفع معاها معاش المتقاعد وما يبقاش يعيش في خلف دوران الأسعار اليومية. نزيدوا ونروحوا للنقطة اللي يشتكي منها الجميع، الخدمات الاجتماعية. المتقاعد ما يحتاج غير زيادة، يحتاج خدمات تساعده يعيش بكرامة. بطاقة الدواء لازم تتوسع، التغطية الصحية لازم تتحسن، ملفات السكن لازم تكون عندها الأولوية، وخاصة الفئة الهشة اللي ما عندها حتى مورد آخر. كاين متقاعدين اليوم يستنى في دواء العمر وكل مرة يسمع ما كانش في الصيدلية ولا راك على قائمة الانتظار. هل من المنطقي إنسان كبير في السن يعيش هكذا؟ شوفوا، المتقاعد في الجزائر اليوم ما يطلبش شيء كبير، يطلب غير حقوق بسيطة، أجر واضح، زيادات في وقتها، أثر رجعي بلا تأخير، ضريبة ملغية، علاج مضمون وسكن محترم. هذو مطالب عادلة ومعقولة وما فيها حتى شيء مستحيل. بلادنا بلاد الخير والدولة عندها الإمكانيات، والدليل هو القرارات اللي تتخذ من فترة لفترة، ولكن المشكل في التطبيق. الشيء اللي لازم يفهموه المسؤولين هو أن التأخير ماشي مجرد رقم في ملف إداري، التأخير يأثر على حياة شخصية، على قدرة شخص يعيش، يأكل، يشري دواء، يدفع الكراء ويغطي مصاريف عائلية. كاين متقاعدين اليوم ما عندهمش حتى مورد آخر، معاشه هو حياته وكل دينار عنده معنى كبير. كل مرة كي يتأخر الأثر الرجعي المتقاعد يتضرر، وربما بعض الضرر ما يتصلحش. المفروض يكون نظام رقمي كامل، كل القرارات تطبق أوتوماتيكيا، وكل متقاعد يعرف تاريخ صرف الزيادة بلا ما يسقسي ولا ينتظر ولا يسمع إشاعات. اليوم رغم التقدم والتكنولوجيا ما زال المتقاعد يسمع أخبار من القهاوي والمجموعات والصفحات وما عندوش بوابة رسمية واضحة. لهذا نوجه رسالة واضحة، الإصلاحات لازم تكون جذرية، لازم قوانين ملزمة، لازم صرف فوري، ولازم رقمنة حقيقية. المتقاعد تعب عمره كامل في الخدمة ويستاهل يعيش آخر سنوات حياته براحة واستقرار، ماشي بالتفكير والخوف من التأخير. وفي الأخير نقولكم خليكم متابعين للقناة، ديروا لنا جام وفعلوا الجرس، لأني دايما واقفة معاكم، نوصل صوتكم، نكشف الحقيقة ونجيب ليكم كل جديد من مصادر موثوقة. شكرا لحسن المتابعة، ربي يحفظكم كامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.